السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. أميمة بعزية ليلة أمس تحتفل بجنس الجنين، ولكن وقعت لها واحد الفضيحة اللي خلات كلشي كيهضر عليها. تبعوا مع الفيديو وغتشوفوا شنو وقع لها. أميمة بعزية البارح احتفلت، دارت حفل جنس الجنين. عندها هي أصلا جوج وليدات، والحمد لله أنها غترزق للمرة الثالثة بنيتها. فرحانة غطر بالفرحة. الله يكمل فرحتها يا ربي، والله يفكها بالخير يا رب العالمين، وتكون الصورة مكمولة إن شاء الله. ولكن مورا الاحتفال ديالها، فاش بارطاجات واحد الفيديو اللي كانت يعني كتنقص بالفرحة، وقعت ليها واحد وقع لها واحد الجيست اللي خلى كلشي كيضحك عليها وكلشي كيستهزئ منها. وهي تنوض وجاوبتهم اليوم في الانستغرام ديالها على هذا الشيء اللي وقع ليها ليلة البارحة. دي بصراحة تنقول لكم كانت كان واحد الجست اللي وقع ليها يعني غريب، ولكن هي شرحت شنو وقع ليها بالضبط في ديك اللحظة فاش كانت كتنقز وهي فرحانة فاش انه اكتشفت بلي عندها بنيتها. كتقول الصفحة ديالها: وعباد الله ولي باج راه ماشي سوالفي اللي كانوا غيطيحوا، راه الكلبسات شادين مزيان، راه البوندو اللي طاح بالفرحة. لانه لي باج حطوا عليها قالوا بلي أميمة بعزية فاش كانت كتنقز شعرها كان غيطيح لانها مركباه ملصقاه، ولهذا شرحت لهم شنو وقع ليها بالضبط، بلي البوندو اللي طاح ليها ماشي الشعر. المهم اهم من هذا الشيء هي انه مبروك عليها، تستاهل. الحمد لله على هاد النعمة ديال الوليدات، لأنها شي حاجة اللي زوينة بزاف. وصراحة كانت يعني شحال هادي كانت غتطلق من الزوج ديالها، ومورا فاش اعلنات على الحمل ديالها ولا رجعوا مع بعضياتهم. الله يكمل عليهم بالخير يا ربي، وتكون ان شاء الله ذرية صالحة يا رب العالمين، وخلوا من بعضياتهم. شكرا حبيبي على المشاهدة. السلام عليكم.